السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال. بوصوف يرد على اتهامه بدعم معارضي الخارج. خرج الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف عن صمته بخصوص الاتهامات التي وجهت إليه والمرتبطة بتقديم دعم مالي لأحد الأشخاص المصنفين ضمن معارضي الخارج. وعبر بوصوف عن رفضه القاطع لكل اتهام بالتواطؤ ضد المؤسسات الوطنية الغالية، وأبقى رهن إشارة مؤسسات القضاء في بلدي والتي أثق فيها تمام الثقة وفي نزاهتها، وأنوه بالفرقة الوطنية وبمهنية أفرادها وأخلاقهم العالية. وفي رده على هذه الاتهامات قال بوصوف في تدوينه على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: سأبقى جنديا وفيا لبلدي ولكامل مؤسساته مدافعا عن ثوابت الأمة المغربية. وأفاد المتحدث: فوجئت اليوم بنشر بعض الأخبار تتضمن اتهاما بالمشاركة في التحريض على المؤسسات الوطنية، وهو اتهام لم يخطر لي على بال طيلة 40 سنة وهبتها للدفاع عن بلدي ومؤسساته السيادية وثوابته إيمانا واقتناعا ليس لدواعي وظيفة، لأنها كانت شعلة قبل ولوجي للوظيفة ب20 سنة. وتابع: في حراك الريف مثلا كنت من القلائل الذين خرجوا لمواجهة من نصبوا أنفسهم أوصياء على الريف، وتشهد على ذلك فيديوهاتي التي لا زالت موجودة. وعندما أحرق العلم الوطني بباريس كنت من أوائل من خرج ليواجه أصحاب هذه الجريمة النكراء والخيانة العظمى. وسرد بوصوف مواقفه وكتاباته في سبيل النهوض بسمعة المغرب في الخارج قائلا: كنت حاضرا وبقوة في كل أزماتنا مع إسبانيا وألمانيا وخاصة فرنسا، مذكرا بأنه لم يطلب الجنسية الفرنسية رغم توافره على كل شروطها انتصارا للجنسية المغربية الغالية، ورغم نصيحة العديد من المسؤولين الفرنسيين بالحصول عليها، لكن المغربية في القلب والروح. وعبر بوصوف عن ألمه جراء اتهامه في بلده وخدش وطنيته بحجة التواصل مع المدعو إدريس فرحان، علما أن أغلب الرسائل ملؤوها التهديد والابتزاز، وهو معروف بهذه التصرفات مع أكثر من مسؤول مغربي. أشار بوصوف إلى أنه حاليا يشرف على إصدار موسوعة الحضارة المغربية من 13 مجلدا، وعلى موسوعة القيم المغربية من 10 مجلدات، وموسوعة الأمثال الشعبية المغربية من 10 مجلدات تضم 11600 مثل شعبي و60 قصة مصورة لأطفال مضمونها هو الثقافة المغربية، ستترجم لعدة لغات. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. المصدر الأيام 24.